دخل عليا الحمام على غفلة وسد ليا فمي وقال لي راكي كتعجبيني وكان بات كنحلم بيك وحتى منين كنكون مع مراتي كنخيلك نتي في بلاصتها وما تخيلوش اش وقع ليا من بعد. أنا سارة عمري 24 عام. من بعد ما ساليت القراية ديالي قررت نمشي ندخل لسوق العمل. في الأول كنت متحمسة وباغية نبني حياتي براسي بلا ما نكون محتاجة شي حد. كنت كنحلم بحياة مستقلة نخدم ونعيش بلا ضغط من أي واحد. من بعد مدة واحد خدام معايا بدا كيعجبني، كان دائما كيضحك وكيهضر معايا بطريقة كتخليني نحس براحة. حسيت براسي كنقرب ليه بلا ما نلاحظ. بدا كيتقرب ليا بطريقة بسيطة، كيعطيني مساعدة في الشغل وكيدير لي ابتسامة خفيفة كتخليني نحس براحة نفسية. كنت كنحس براسي كنتسلى ونتسنى معاه بلا ما نخطط لأي حاجة. من بعد شوية بدا كيهضر على المستقبل، على الحياة، على شحال كان باغي يعيش حياة مستقرة، وكنت كنحس باللي كيهتم بيا بصدق. من بعد مدة عرض عليا الزواج وكنت فرحانة حيت حسيت براسي لقيت شخص نقدر نثق فيه، شخص يعطيني الأمان، شخص نقدر نعيش معاه بلا خوف. تزوجنا وحسيت براسي دخلت حياة جديدة، حياة مستقرة ظاهريا مع راجلي اللي كيبان إنسان عادي ومحترم، وكنت كنحس باللي الحياة بدات كتبان لي كلها أمل وفرح. كنت كنقوم كل صباح بالنية نبني حياتي معاه، كنت كنشوف المستقبل قدامي مشرع، وكنت كنحلم بالدار اللي غادي نسكنو فيها، بالأيام العادية اللي غادي نقضيوها مع بعضنا، بالضحك وبالبسمة اللي غادي تملأ حياتنا. كنت كنحس براسي محظوظة وكنت كنشوف أن كل شي غادي يكون مزيان. كنت كنحس براسي قوية قادرة نواجه أي تحدي حيت كنت كنحس بالحب والاحترام من راجلي، وكنت كنظن باللي غنعيش تجربة جديدة كلها أمان واستقرار. كنت كنحس براسي فرحانة حيت كل حاجة كانت كتبان طبيعية، كل شي كيدور بلا مشاكل، بلا صراعات، بلا توتر. كنت كنحس باللي هاد الزواج غادي يخليني نلقى راحتي، نلقى نفسي ونعيش بلا خوف ولا هم. كنت كنحس باللي راجلي كيحترمني وهادشي خلاني نحس بالثقة، نحس باللي الحياة كتبان سهلة وباغية نعيشها بلا ضغوط. كنت كنحس أن كل لحظة معاه كتزيدني طمأنينة، وكل كلمة كيحضرها كتعطيني شعور بالحب والاستقرار. كنت كنحس باللي هاد البداية كانت جديدة وكانت فرصة باش ننسى الماضي ونعيش حياتي كيما بغيت، بلا قيود، بلا مشاكل، بلا توتر. وكنت كنحلم بمستقبل زوين. كنت كنحس أن كل شي غادي يكون مزيان وأن راجلي غادي يكون سند ليا، وهادشي خلاني نحس براحة كبيرة ونعيش كل نهار بالابتسامة والأمل. من بعد زواجي مشيت نسكن في دار فيها 3 طوابق، أنا وراجلي في الطابق الأول، في الثاني كانوا شيخي ومراته، وفي الثالث خو راجلي متزوج من مدة طويلة. الطوابق كلها كانت قريبة من بعضها وكنت كنحس باللي كاين جو عائلي مزيان، كل شي متفاهم مع بعضه. كنت كنحس براحة حيت كل نهار كنشوف وجوه مألوفة وكان الجو كله ود وحب واحترام. كنا كنحضروا بعضنا البعض في الاحتفالات الصغيرة، في الوجبات وفي الأيام العادية، وكل مرة كانت كتزيد تقربنا. كنت كنحس أن كل شي كيدور بطريقة طبيعية، كل شي كيساعد على الراحة النفسية وما كاين حتى توتر كبير بين الناس. مرات كنت كنحس بالفرحة حيت كنا كاملين كنجمعوا في شي طاولة وحدة، كنضحكوا كنهضروا وكنقاسموا بعضنا بعض اللحظات الصغيرة اللي كتخلي اليوم يمشي بسرعة وبالابتسامة. كنت كنحس باللي الحياة كتكتب ليا صفحة جديدة، صفحة كلها أمان وسلام بلا خوف من أي حاجة. كنت كنحس براسي محمية حيت كنت عارفة أن راجلي واقف معايا وأن خو راجلي متفاهم وكيحترم الحدود ديال كل واحد فينا، وحتى شيخي ومراته كانوا ناس طيبين وما كيحبوش المشاكل. كنت كنحس باللي العائلة كتكون سند وأن الحياة اليومية كتسهل من اللي الناس اللي معاك متفاهمين. كنت كنشوف كل نهار كفرصة جديدة باش نضحك، نشارك ونتقرب أكثر من راجلي ومن الناس اللي حدايا. كنت كنحس بالطمأنينة وكنت كنشوف أن كل شي طبيعي وما فيه شي حاجة تخوف، وأن العيش وسط هاد الطوابق كتخليك تحس بالأمان أكثر.
كنت كنحس براسي محمية في الدنيا، وحتى الصباحات كانت كتبان ليا أجمل حيت كنا كنقوموا كلنا على بعضنا البعض، كنسمع ضحكات أحاديث صغيرة وكانت كتزيدني شعور بالراحة. كنت كنحس أن الحياة كتدور بسلاسة، وأن العيش وسط العائلة المتفاهمة كيخلي القلوب تهنى وكيخلي الأيام تمشي بلا مشاكل بلا توتر وبلا خوف. كنت كنحس باللي راجلي واعي وكيحترمني، وكل مرة كنكمل يومي كنشكرو على هاد الاستقرار اللي عطاني. كنت كنحس أن كل لحظة كنت عايشاها كتزيدني قوة وكتخليني نحس بالطمأنينة الداخلية. الحياة بدات كتبان ليا كلها ألوان، كل يوم كنت كنكتشف حاجة جديدة في الدار، في العلاقات، وحتى في الضحك اللي كنجمعو كاملين. كنت كنحس باللي عندي الأمان اللي كنت كنحلم بيه، وكنت كنحس أن هاد البداية ديال الحياة الزوجية كتبان زوينة ومليانة حب واحترام وهدوء. حتى لواحد النهار كنت في الدوش كنغسل وجهي وكنحاول نرتاح من التعب ديال النهار، وكل شي كان عادي حتى سمعت صوت خطوات في الدار. قلبت راسي بسرعة وبالصدفة لقيت خو راجلي طلع للدار ولقى الباب محلول. دخل عليا فجأة وكان عارف أن راجلي خارج، وكان عينيه فيا بطريقة خلات قلبي يوقف من خوف. سد ليا الفم ديالي بقوة وحاولت نرجع للوراء، ولكن ما قدرتش حيت كان قريب بزاف واكتشفني بلا دفاع، وقال لي كلمات خلاتني نشعر بالصدمة. راكي كتعجبيني وكنبات كنحلم بيك، وحتى منين كنكون مع مراتي كنتخيلك انتي بلاصتها. حاولت نغوت، حاولت نحرك يديا، نحاول نصدو ولكن ما قدرتش. كنت محاصرة وما عنديش أي مخرج. شدني من يديا بقوة وحسيت بضرر نفسي وجسدي كبير، وما قدرتش نفهم كيفاش وقع كل شي بسرعة. كنت منشورة حاسة بالخوف والصدمة، والقلب ديالي كيدق بسرعة والدم كيهبط من راسي وكل شي كيدور قدامي. حسيت براسي ضعيفة وما عنديش القوة نوقفو. كنت كنحاول نفكر كيفاش نهرب ولكن ما كانش مجال. دار الغرض ديالو فيا وكانت تجربة صادمة وخطيرة بزاف، وخلتني منشورة في الحمام بلا أي كلمة نقدر نقولها، بلا أي حركة نقدر نديرها. خرج من الحمام بلا ما يشوف شي حد، وخلى فيا أثر كبير، أثر نفسي وجسدي، وخلتني نعيش صدمة كبيرة اللي ما نقدرش ننساها بسهولة. كل ثانية بعد ما خرج كنت كنحس بالخوف والارتباك، ما كنتش كنقدر نوقف ونفكر. كنت كنحاول نرجع لراسي ونفكر شنو ندير، ولكن الخوف كان كبير. شعرت بالوحدة وحسيت بالعار والخجل، على الرغم أن الغلط ماشي ديالي، ولكن العقل ديالي كان كيحارب باش يفهم شنو وقع. كنت كنحاول نهدأ، نغسل وجهي ونبكي في السر، حيت ما كنتش قادرة نحكي لأي حد شنو وقع. كنت كنحس بالخوف من رد فعل راجلي ومن العائلة ومن الناس اللي حدايا، وحسيت أن السكوت غادي يقتلني من الداخل. كل صوت في الدار بدا كيزيد في الرعب ديالي، وكل حركة صغيرة كتخليني نحس أن شي حد قريب أو غادي يعرف. كنت منشورة في مكان ما كنتش قادرة نتحرك، وكانت الصدمة كتزيد كل دقيقة، والكوابيس بدات كتحوم في بال ديالي من داك النهار. كنت كنحاول نلم شتات نفسي، نبكي في صمت ونحاول نحس بالأمان، ولكن كل محاولة كانت صعيبة. كنت كنحاول نفسر لنفسي باللي ماشي أنا السبب وأن الغلط كامل عنده، ولكن الخوف والصدمة ما خلونيش نرتاح. من بعد داك النهار الحياة ديالي تبدلات وما بقاتش كيف كانت قبل. كنت كنفيق كل صباح وانا حاملة واحد الثقل في صدري، واحد الإحساس اللي ما كيتشرحش. ما قدرتش نقول لراجلي شنو وقع، حيت كنت عارفة باللي لا قلتو غادي توقع كارثة وغادي تقلب كل شي، وغادي يحس أنني خنتو حتى إلا ما كانش هادشي صحيح. ولكن حتى السكوت ما كانش حل، حيت كنت كنحس بالذنب والخوف في آن واحد. كنت كنلوم راسي بلا سبب، وكنسول راسي علاش وقعت ليا هاد المصيبة وعلاش كنت بوحدي في داك الوقت. ما بقيتش كنقدر ننعس، كنقلب في الفراش ساعات طويلة والعقل ديالي ما كيحبسش من التفكير. كل صوت صغير في الدار كيخلعني، صوت الباب، صوت الدروج، حتى خطوات خفيفة كتخليني نترعش. كل مرة كنشوف فيها خو راجلي كنحس بصدمة جديدة، كنحس بالاختناق وكنبغي نهرب من المكان كامل. ولات نظراتي هاربة
ووليت كنحاول ما نكونش بوحدي في الدار، وكنحسب الوقت باش يرجع راجلي بسرعة. الصمت ديالي ولا ثقيل، كيبكي من الداخل، وكنحس براسي محبوسة في حكاية ما قدرتش نهضر عليها. الكوابيس ما كتساليش، كنشوف نفس المشاهد في الحلم، كنفيق مفزوعة وقلبي كيدق بسرعة. ولات البسمة صعيبة، ولات الضحكة ثقيلة، وولات الأيام كدوز ببطء. كنت كنحاول نبان قوية قدام الناس، ولكن من الداخل كنت مكسورة. حتى مع راجلي وليت كنضحك ولكن بلا وح، ونهضر ولكن بلا إحساس. كنت كنخاف يلاحظ التغيير ديالي ويسولني، وكنت كنخاف كتر نجاوب. ولات حياتي بين خوف وسكوت، بين آلام ما كيتقالش ودموع كطيح في السر. كنت كنحس بالوحدة حتى وانا وسط الناس، وكنحس براسي غريبة في داري. كل نهار كان اختبار جديد للصبر ديالي، وكل ليلة كانت معركة مع النوم والذكريات. كنت كنقول مع راسي يمكن الوقت يداوي، ولكن الجرح كان باقي مفتوح، وكل ما حاولت ننسى كيطلع ليا من جديد أقوى. دابا أنا عايشة وسط خوف وقلق مستمر. كل نهار كنحس أن قلبي متوتر وما قادر يرتاح. كنحاول نحترم حدودي ونبعد راسي عليه، ولكن ماشي ساهل، حيت كل حركة صغيرة كتخليني نسترجع داك اليوم، داك الشعور ديال الصدمة والخوف اللي ما قدرش يتنسى. كنحاول نقول لنفسي باللي الغلط ماشي ديالي، باللي أنا ضحية وما كنستاهلش هادشي، ولكن الأثر النفسي باقي، وكيبان في الأفكار ديالي وفي النوم ديالي وحتى في التصرفات اليومية ديالي. كنتمنى نلقى الدعم، شخص نقدر نحكي ليه بلا خوف، بلا أحكام، ونلقى حل يحميني ويحمي حياتي الزوجية، واحد اللي يسمعني ويفهمني بلا ما يضغط عليا. كنحاول نبني ثقة جديدة في نفسي، نحس بالأمان في قراراتي، ونرجع نعيش بلا توتر داخلي. ولكن الطريق طويل وصعب، وما كاينش حل سريع. كل يوم كنحس بالجرح الداخلي اللي باقي كيأثر عليا، وكنحس باللي باقي محتاجة وقت طويل باش نقدر ننسى ونسترجع الحياة الطبيعية. كنت كنحاول نتعلم كيفاش نحط حدود واضحة مع الناس اللي حدايا، كيفاش نحمي راسي بلا ما نأذي الآخرين، كيفاش نقدر نعيش بلا خوف. كنحاول نقرأ على طرق التعامل مع الصدمات، كنسمع نصائح، وكنقلب على أي وسيلة تساعدني نرجع القوة لنفسي. كل مرة كنحاول نفكر باللي أنا قوية وماشي غير ضحية، ولكن الألم كيخلي كل خطوة صعيبة. كنحاول نتفادى الأماكن اللي ممكن تسبب لي خوف، وكنحاول نبني روتين يومي يعطي إحساس بالاستقرار. كنت كنحاول نتهنى في الأشياء الصغيرة، الضحك، الموسيقى، أو حتى قهوة في الصباح، ولكن كل مرة كتطلع لي داك الشعور ديال الصدمة من جديد. كنت كنحاول نهضر مع نفسي، نفهم المشاعر ديالي، ونعطي لنفسي الحق نكون حزينة أو خايفة بلا شعور بالذنب. كنت كنحاول نكتب، نهضر مع أخصائية نفسية في الأحلام اللي كتنقص الخوف، وكنحاول نتعلم كيفاش نتجاوز الصدمة خطوة بخطوة. كل نهار كيكون تحدي، وكل ليلة كنخاف من النوم، حيث الكوابيس كترجعني لأيام صعيبة. ولكن كنت كنحاول نصبر ونتفكر باللي أنا قوية وقادرة نتجاوز هاد الألم. كنت كنحاول نتعلم الثقة من جديد، في العلاقات، في الأسرة، وحتى مع راجلي. وكنت كنحاول نعيش بلا خوف، ولكن كل خطوة كتحس بها صعيبة. كنحاول نركز على المستقبل، نحلم بحياة طبيعية، ونحس بالأمان الداخلي، ولكن كل نهار كيذكرني باللي الصدمة ما زالت حاضرة. كنت كنحاول نبني حياتي خطوة بخطوة، ونحس أنني نقدر نعيش فرحانة مرة أخرى، بلا خوف ولا توتر داخلي.